اني الحين حق الشوربة حطيت زبدة انطرها شوية تذوب، بضيف عليها بصل. البصل يفضل ان انتوا تستخدمون الكراث، لان نكهته خفيفة، بس انا ما عندي فبستخدم الجزء الابيض من البصل الاخضر، the white part. the green will use for decoration. حتى هذا طلع ما عندي وايد فبستخدم بصل عادي. لو تلاحظون الزبدة شوية لونها صار على بني الحين كذي، النكهة عطتنا هذا نكهة وايد حلوة، راح تطلع في الشوربة. بحط قفشة زبدة. wait enough I think، بس يكفي. امتصت لازم تخلون الزبدة ويا الطحين ينحمس، فتخلون هذه الزبدة ويا الطحين لازم ينحمس، لازم، لأن إذا ما انحمس وحطينا باقي المكونات راح يعطينا النكهة النية مال الطحين اللي هي ما تكون محببة في الأكل. حطينا البطاط، بضيف 2 كوب حليب قليل الدسم عشان يعني لا تصير ثقيلة. الحين بستخدم الماء اللي سلقت فيه الذرة، بضيفه على شوربة البطاط، لأن هي شوربة بطاط وذرة، قاعدين نساحل النسيب الجديد، لا خلاص راحت عليه مويه. فهذا ماي الذرة يعطي نكهة وايد حلوة حق الشوربة. الحين بخلي هذا يغلي لين يستوي البطاط. بحط من شوربة الخضار هذه، ريحتها عجيبة. فالحين بشيل هذول نحطهم، أنا يعني يعزز نكهة الذرة حق النسيب، عرفتوا شلون؟ الحين عقب ما طحناها أضيف الذرة اللي قصصتها. and I want chop for me the green onion. هذه الشوربة كريمية تهبل، مسوينها بحليب قليل الدسم، يعني ما فيها دسومة زايدة. أكيد في ناس يعني يسوون نفس الطريقة، يحطوا لها كريمة وجبن، ما سوينا كذي، وايد خفيفة، متروسة بوتاسيوم ومتروسة ذرة. تدرون حق منو بعد؟ خلاص حفظتوا. إذا حصلتوا كراث سووها في الكراث، ما حصلتوا كراث اخذوا الجزء الأبيض من البصل الأخضر، يس. وإذا خلصتوا كذي البصل الأخضر تزينون فيه. وهذه كذي خلصت وملصت. تبونها دسمة، تبونها تقمسون فيها ناتشوز، حطوا فيها جبن شيدر، تقدرون. هذا حلوة ويا البروكلي، وايد لذيذة، يعني ذرة وبروكلي، عجيبة.